يعطيكم العافية. أنا اليوم شرفني محمد المسمري والله لي الشرف يا أبو راكب. الله يديمك ويعزك، إعلامي وشاعر ومحارب عن بلده بشكل عظيم جدا. أول شيء أنا سعيد في جوفتك، والله لي الشرف. والله يعطيك العافية. الله يكرمك. أنا بسألك سؤال يا حبيبي، ارتاح محمد. أنت يوم من الأيام انتقدت المملكة العربية السعودية، وكان انتقاد حاد وكنت تتكلم على ليش يا محمد وأنت اليوم في المملكة العربية السعودية؟ والله يا أبو راكان، أنا كنت أرى أن الذي يعمل أنه صح، وأنا في النهاية بشر وكنت أدافع على وطني. انتقدت من ناحية يعني ربما يعني ما سبيت، انتقدت، أما السب حاشا، لا دخلت في عرض ولا سببت ولا شتمت ولا طعنت. قيرة على بلدي مثل ما انتم الآن تدافعوا تموت على بلادكم، أنا كنت أدافع على بلدي وكنت أرى أني على حق. الله المستعان. أوكي. كنت أرى أني على حق. من ناحية تم قسل أمخاخ ملايين اليمنيين، أقول لك بشكل صريح. شلون؟ القومجيين من جهة، الشعبويين من جهة، الناصريين من جهة، الزيديين من جهة. يعلموك من صغرك انه عبد العزيز ال سعود الله يرحمه ورث عياله ورث، انه لا تخلوا اليمن تطلع ولا تخلوا اليمن تنزل، وغسلوا امخاخ اليمنيين بالهبل ان السعوديه طامعه في ارضك وطامعه في غازك وفي بترولك. الاخوه في المملكه لي فيديوهات من 2017 2018 ادافع عليها، موجوده حتى الان موجوده في اليوتيوب. ايضا خرج في امريكا وتكلمت، وموجود الفيديو في التيك توك في 2022 قبل 4 سنوات، لما بايدن تكلم على قانون جستا والسعوديه، خرج اقف مع المملكه العربيه السعوديه قالوا مستعد اروح ضارب باب البيت الابيض. انا يعني ما كان انتقادي للسعوديه دفاعا عن الحوثي، وتحداهم يلقوا لي حتى فيديو او تغريده او قصيده يعني مدح في الحوثي ولا عبد الملك. لا، كنت ارى ان هذا الشيء صح عملته. ومن ناحيه قلت لك يقص امخاك، وثاني شيء حدث هذا السن قبل 10 سنوات، كان عمري 24 سنه، صليت على النبي. هذا جواب على السؤال. طيب والان؟ الان يا طويل العمر السلامه، انا جيت للمملكه العربيه السعوديه وكنت اظن يعلم الله ويبى يسر لي. ها؟ كنت اقول يعلم الله ويبى يسر لي. الله المستعان. ويعلم الله ويبى يحصل لي. وصلت داخل بيتي بين اولادي واهلي، الله يحييك، والله ما لقيت الا الترحيب. تخيل وصل حد ان في ناس سعوديين يراسلوني بالسلام يقولوا لي اسالك بالله يا اخي لا بطبخ لك واجيب لك اكل الفندق. تستاهل ان نكرمك. كنت اقول هذا الناس اللي كنت انتقدهم والله ما من وجه باي وجه. مثلا اقابل السعوديين قاعد اكلم ابو جمال الصباح وانا امشي، قلت لما اقابل استحي، وشفت الاستقبال وشفت الترحيب، وفي المطار يا مرحبا يا مسمري يا مسهلا. قلت انا ليت كل الشعب اللي مغسول مخه بس يشوفوا اللي شفت انا بس. الله سبحانه وتعالى، انتم في بلد يا اخي اجتمعت فيها كل فضائل السماء والارض من ثروه. الله بعظمته وجلاله امنكم على بيته. انت عارف معنى هذا الشيء؟ يمكن انتم ما تحسوا بهذا النعمه اللي انتم فيها. يا رجال اطرف واحد حلمه بس انه يزور الحرم، وانتم الله خصكم به. وانت عارف انت كبشر لا يمكن تامن احد على بيتك الا وانت تحبه وانت واثق فيه، فالله واثق فيكم وحبكم وامنكم على بيته. انت عارف معنى هذا الشيء؟ حافظوا على بلدكم. شوف ايش بتعمل غيركم، غير الاخوه في السعوديه، يبني ميليشيات ويفصل بلدان ويفصل دول ويقتل شعوب ويدعمها بالسلاح. انتم تجوا تلملموا الجراح وتخيطوا البلدان وترجعوا على ما هي وتقدموا المساعده الغذائيه. غيركم يعطي رشاش، انتم تعطوا مغذيه. غيركم يعطي رصاص، انتم تعطوا دقيق حبوب، دقيق والطحين. غيركم يعطي طقم عسكري، انتم تعطوا سير اسعاف. انتم المشروع العربي يا اخي افهم، يعني اديها لك بالبلدي باليمني افهموا. انتم العرب والعرب منكم. العرب دونكم اهم شيء. علي الطلاق 70 ان هذا الكلام ما هو نابع لا من صدق، ما هو علشان حد يرضى علي ولا يقول مسمار يحاول يمدحنا. انت عارف انا لست مداحا ولا احب النعق ولا اللعق ولا اجي ادور مصلحه ولا اريد مصلحه. انا انسان عايش في امريكا وابوي دخل في 62 يوم الثوره. محمد يعني لو عاد بك الزمن يعني تنتقد السعوديه، تسب السعوديه؟ حاشا، انا ما سبيت، انا كنت انتقد. وصدقني يا ابو راكان، انا انتقدكم افضل لي من ان اقتل ولا الله المستعان اجيبها على البلاطه. افضل لي ان انا انتقدكم افضل من ان اقتل باليمن، لانه انسان مشهور ومعروف في اليمن، ما معك لا تتكلم هذا الشيء. انت عارف ولو الكلام اللي وجهته للسعوديه والشعب السعودي وجهته للجماعه بصنعاء كان لا في بيت ولا في اهل. اطرف واحد يجيب كلمه واحده خلف الشمس يحاسبك على السكوت، ليش ما تكلم؟ خليك ما تكلمت. فانا لما جيت له هنا يعني ما توقعت ولا حد لا مصدوم. هناك الامل كان اليمن رايح ادي لك على البلاطه، اليمن كان رايح
وما عاد في امل الا ملك من السماء يجي ينقذنا، فانقذنا محمد بن سلمان. الله المستعان، الله المستعان. الرجال شوف لو اليمنيين يجلسوا يلهجوا بذكر 1000 سنه والله ما كفوا حق محمد بن سلمان. الله